السلام البنات، مبروك عليكم هذا الشهر المبارك. الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر يا ربي. اليوم غنشارك معكم الطريقه ديال البرياني. طلب من الصديقات ديالي انني نشارك معهم الطريقه كيفاش ندير ليه. تناخذ واحد الطنجره، تنكب فيها واحد القياس ديال الكاس ديال العنبه ديال الزيت، تنخليه يسخن مزيان. عندي هنا البصله ومطيشه مقطعين، تنقطعهم باي شكل بغينا. تنضيف البصله بعد ما تسخن الزيت، تنضيف البصله، تنخلي البصله تقلى مزيان حتى تطيح كيف ما تنقولوا. هنا تنضيف واحد شويه ديال الثوم. طريقه الثوم شاركتها معكم البنات. تنخلي البصله والثومه حتى تتقلاو مزيان كيف قلت لكم، حتى تذوب البصله. هنا تنضيف القطع ديال اللحم، حيت غندير البرياني ديال اللحم ماشي ديال الدجاج. البنات الا بغيتو ديروا الدجاج نفس المقادير نفس الطريقه نفس كل شيء، ما كاين حتى شي فرق، غير انا درت اللحم. عندي هنا العطريه اللي غندير، عندي معلقه كبيره ديال الملحه، ديال السكينجبير، ديال الكركم، ديال الكمون، شويه ديال القزبر، شويه ديال القرفه، عندي ضامه ماجي ديال اللحم. تنضيف البهارات كامله، هاد العطريه كامله تنزيدها على اللحم. تنقلبهم مزيان البنات حتى تنخلي العطريه، تنخلي اللحم يشرب ديك العطريه مزيان. هنا البنات تنضيف واحد 3 المعالق كبار ديال البهارات ديال الامارات، تسموها الابزار. عند اي عطار غادي تلقاوها. هاد البهارات زوينه البنات على فكره، وتتجي حتى في الرفيسه واعره. 3 المعالق كبار كيف قلت لكم. تنزيدها بعد ما خليت اللحم شرب ديك العطريه العاديه. كيف تتشوفوا هنا بعد ما شربت العطريه تنزيد مطيشه طماط. هنا عندي القزبر والمعدنوس زدتهم حتى هما. هنا غادي نزيد معلقه كبيره ديال الروب. البنات الا ما لقيتوش هاد الروب غتزيدوا ياغورت مسوس بدون اي نكهه، يكون مسوس. معلقه كبيره ديال مطيشه الحك. هنا زدت شويه ديال مطيشه الحك. هنا عندي هاد البهارات صحيحه، انا درت غير الهيل وورقه سيدنا موسى وهذاك اللومي الحامض اليابس، حيت العطريه اللي قلت لكم البنات ديال الامارات هذيك فيها كل شيء، جميع البهارات كل شيء مجموع مطحون فيها. هذه زدتهم غير المنسمات فقط. هنا البنات بعد ما قليت كل شيء داكشي مزيان تنخلي الماء يطيب، تنزيدو على اللحم ديالنا. البنات ما ديروش الماء بارد، اي طياب اي حاجه ديروا فيها الماء طايب المحار. صافي البنات غنزيد على اللحم، غادي نخليه حتى يطيب. هنا البنات كنت غسلت الروز وخليته يتسقطر شويه، درت غير الماء وشويه الملحه وشويه الزيت في هذا وخليته يتسلق نص سلقه. ركزوا معايا البنات، نص سلقه فقط. كاين البنات اللي تسلقوه كامل وتعاودوا يديروه على اللحم صافي تتعجن ليهم.
هنا من بعد ما تسلق نص سلقه صفيته من داك الماء وزدتو على هذاك اللحم فاش طاب. هنا البنات عندي هاد الملون ديال الروز سميتو الجندي، هذا احسن ملون. الزعفران، هاد الزعفران زوين تعطي اللون الروز يعني غزاله البنات. هنا البنات غناخذ واحد المقله غادا نضيف فيها الزيت، هنا البنات لما خليت الزيت شويه سخون شويه فقط. هنا البنات عوض ندير اللوز ما لقيتش عندي اللوز درت غير كاوكاو. اي مكسرات عندك اللوز، عندك كاوكاو، عندك الاكاجو، عندك اي حاجه قليه على الطريقه كيف ما تنقليو اللوز ملي تنبغيو نديرو في السفوف او اي حاجه. المهم بعد ما قليتو خليتو تحمر غير شويه البنات، زدتو على هذاك الروز. من بعد البنات درت شويه ديال الزبيب اللي هو العنب الجاف. نفس الطريقه غادا نخلي هذاك العنب الجاف غير شويه يتنفخ، غادا نحيدو بس بغيتو غير يتنفخ، وغنهزو من الزيت وغادا نحطو على الخليط ديالنا. شفتوا البنات غير يتنفخ تهزوه، الا خليتوه اكثر غادي يتحرق. من بعد البنات هنا غادا ندير البصله قطعتها على شكل جناوح كيف ما تنقولوا، شكل جوانح، وغادا نخليها تقلى مزيان في الزيت يعني حتى تحمر تتولي مقرمشه مقرمله. تنهزها حتى هي تنزيد على هذاك الخليط اللي درنا قبل. هنا البنات غنشارك معكم الطريقه ديال الروب. عندي خياره، خديت هنايا خياره حكيتها. الطريقه هذه الروب بالخيار تيقولوا ليها الروب بالخيار. عندي خياره حكيتها، هنايا زدت عليها ما يقارب 5 المعالق كبار ديال الروب. الا ما كانش الروب البنات ديروا الياغورت كيف قلت لكم مسوس، ما فيه حتى شي نكهه. هنا البنات غادا نزيد شويه ديال البزار، الفلفل الاسود، وغادا نزيد شويه ديال الملحه، شويه ماشي بزاف غير ننسم. وغادا نزيد واحد راس المعلقه ديال معجون الثوم اللي كنت شاركت معكم قبل، وغادا نزيد واحد الكاس ديال الماء، وغادا نخلط الخليط مزيان. البنات هنايا هذا هو المعجون ديال الثوم اللي شاركت معكم قبل. شفتوا البنات بقى نفس اللون نفس كل شيء، ما كحال الثوم مختارب ما والو. البنات هذاك المعجون ديال الثوم ما تتحسوش بالمذاق ديالو، غير هو تيعطي واحد النكهه زوينه في الروب والخيار. وهذا هو الشكل ديال البرياني ديالنا البنات. نتمنى يعجبكم. الى عجبكم الفيديو البنات ما تنسوش الاشتراك في القناه. هاد القناه ان شاء الله غادي تكون متنوعه، يعني كل شيء فيها غادي يكون زوين باذن الله. وشكرا ومع السلامه.